اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون نوعية غفلة وحاكمة نوعية فربنا وكلنا يكفر عميا وتربنا لكو بكرين أدونكو إنو نغضمد موقن حسك إلهي سبحانه وتعالى لا يذكر الله بقلبه إلهي قلبه يسكم حسن ليس في قلبه تعظيم لله ولا محبة لربه ولا خوف ولا رجاء ولا استحياء من الله قلبه يسمر والبكم تشيرتو وينين إلهي ويريني يا محبية كالقعين إلهي وهيا يا بقى إلهي وكبقني يا رجاء وكقب ربي رحمتي يحشون إلهي وكحشون يا حمانتك عليا حتى إذا دعا لا يستجاب دعاؤه فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله إلهي دعاء كما أقبل من رسولك عليه الصلاة والسلام قلبي غفلة ديسا وموقن إلهي سبحانه وتعالى ومشغول سنة أدويكم ورروب يوكم قد إلهي معربك كبريا قعمان كربو تاقيا وقلبه غافل عن الله قلبه سنة إلهي وموقن لا يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ولا رحمته ولا فضله ولا إحسانه انت منا ما حسوسنا دعا لك ما أقبل يبون رسولكم عليه أفضل الصلاة والتسليم وحاكم إذا الغفلة إنه عرب كل نغضة متكين قاقن حسك إلهي سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى أم حسن أم حسكي سبوك يريهي لا يقرأ قرآنا ولا يحافظ على أذكار الصباح والمساء وغير ذلك من الأذكار قرآن بما أخري وقبل دعي يوابري مصحف كما مفورة دشنا كما أخري هجر القرآن قرآن كم كهجر وقوي إلهنا سبحانه وتعالى محصو صبحي قلبتي وأذكارتي يدعوين كنبي محمد النبري يغنى وربا وما هيا دون دشو كهيا لكن وغافل عنها وموقيها يوم حصوصنا كذلك في جميع أحواله أمره على عكس ما كان النبي عليه الصلاة والسلام حالك سوحو طوش أما سيدا بيسترانو خلاف سيء سيدوها حالك رسول قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه نبي محمد وحوها إلهي مدحصا حال كسته في جميع الأوقات والأمكنة والأزمنة وقت كسته يمال كسته يا حال كسته وكتره وكان من أشد الناس ذكرا ودعاء لربه في حال الشغل بالحرب حالة الدقال وكو مشغول سيهي يددك واي بقرية وحا رسولك عليه الصلاة والسلام ددك كودعاء بضل يحسك إلهي سبحانه وتعالى ويا إلهي بريد إنسان يحسك إسايا البقالة قل يقع عنصر وعدو قل غيش إلهي وحيري سبحانه وتعالى يسوي إنه قد دقايا الغفلة عن ذكري واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ربك حس أبو اسم قشينيا وأنت خاشع منكسر القلب أبو خشوع سن وقلبك أقول إلهي وصدوا لقايا وصدوا لقايا حسك إلهي القرآن قادهين قرمة قلن كورك هي قلن كالدنبه ولا تكن من الغافلين داند إلهي حسن قلن هوريا قلن دنبه هبين يا مالك يسوسوا وليقي 24 ساعة فأنت بحكم هذه الآية من الغافلين سيدا آيات الإلهي وكو حكومي وعاد كم يتايك وإلهي سبحانه وتعالى موقع إن لم تقرأ على الأقل 50 آية من القرآن الكريم
فأنت من الغافلين. haddaanad konton aayad qur-aanka ka akhriyin ugu yaraan saxaabadu qofka sidaasa waxay ku tirin jireen min alghaafiliin. wuxuu uhi cabdullaahi bnu mascuud sida daarami wariyey man qara'a fii laylatin 50 aaya lam yuktab min alghaafiliin. ka habeen akhriya konton aayadood laguma daro liiska kuwa ilaahay moogan ee ghaafiliinta ah. abu umaamana wuxuu yidhi radia allahu canhu waa saxaabi kale man qara'a fii laylatin 100 aaya lam yuktab min alghaafiliin. 100 aayadood ka habeenkii akhriya ama soodaba ha u akhriya ama ha ku tukadee liiska ghaafiliinta laguma daro. 50 iyo 100 tiro badan baa u dhaxaysa. waxaanaynu ka fahmaynaa maqsuudku inuu yahay iyo ujeeddadu kahratu dikr, qofka xuska ilaahay farabadiya iyo qiraa'atu alqur'aan ee qur'aankana tacaahudee mar walba ka warhayaa laa yakuunu min alghaafiliin.